هلو ladies and gentlemen الخوت، السلام عليكم. هاد الفيديو ديال اليوم مهم بزاف، حيت غادي ان شاء الله نشوفوا فيه الطريقه اللي نقدروا نجاوبوا بها على الامتحان ديال البكالوريا. غادي نبداو بالاسئله ديال الكومبريهنشن وموراها لانجويج او رايتين في الاخر. المهم كيف ما كتشوفوا حدايا الامتحان ديال من عام ديال 2018، الامتحان يلا حليته دابا باقي ما شفتوش، يعني غادي نكتشفوا انا وياك مع بعضياتنا، غادي نكتشفوا هذا الامتحان وغادي نجاوبوا على الاسئله ديالو بشكل مباشر. اذا كنت يعني عندك المستوى ضعيف في اللونجلي، ان شاء الله هذا الفيديو غادي يعاونك باش تعرف يعني الطريقه اللي تقدر تجاوب بها، وهي طريقه سهله بزاف. يعني خصك غير شويه ديال التركيز، ركز معايا على الطريقه اللي كنستعملها باش نجاوب بها. واذا كنت يعني المستوى ديالك مزيان في اللونجلي، فهاد الفيديو حتى هو غادي يعاونك بزاف باش تجيب ان شاء الله نقطه مزيانه. اذا كيف ما كتشوفوا حدانا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره العاديه 2018. اذا في البدايه هنا كيف ما كتشوفوا عندنا التكست ديال الكومبريهنشن، عندنا التكست هو فيه 6 paragraphs، وهنا عندنا الكويشنز. عندنا اولا الكومبريهنشن فيها 3 ديال الاسئله، عندنا لا الكومبريهنشن فيها تقريبا 5 ديال الاسئله ولا 6. موراها عندنا اللانجويج في الاخر. شنو عندنا الرايتين، ها هو قال لك complete the following paragraph. اذا غادي نبداو بالبارت الاولى واللي هي الكومبريهنشن. اذا بالنسبه للكومبريهنشن فالطريقه باش تجاوب على الاسئله ديال التكست سهله. خصك غير ترد بال مع واحد الكلمات مفتاحيه اللي كتكون في الاسئله. مثلا بحال هنا عندنا الاسئله، كاين شي كلمات مفتاحيه في هذه الاسئله اللي كتكون كاينه في التكست. اذا اول خطوه اللي نعملوها هي غادي نقراو التكست. تقرا التكست يعني واحد مره ولا جوج بالزربه، غير بالزربه، ما تبقاش يعني تحاول تفهم ولا لا، غير قراها بالزربه. شوف يعني دي واحد الفكره عامه على التكست علاش كيهضر. المهم كنشوفوا التكست كيف ما قلنا، ساعه كنهاودوا نيشان الاسئله. اذا انا ما فيا ما نقرا التكست، غادي نشوف في غير هيدا بالزربه وصافي. دونك عندنا الاسئله هما هادو. نبداو بالكومبريهنشن. سو عندنا هنا are these statements true or false. تقريبا جميع الامتحانات كيبداو بهذا السؤال هذا، واش يعني هاد الستيتمنتس اللي كيعطيك واش ترو ولا فولس، واش صحيح ولا خطا، وكيقول لك جاستيفاي. ركزوا معايا على هاد جاستيفاي. دائما خصك تعطي واحد الجمله، يعني واحد سنتنس من التكست باش يعني كتبرهن على هاد الجواب ديالك. اذا عندنا the first one قال لك aeromobile 3.0 can quickly change to a plane. يعني هاد الطائره ديال 3.0 تقدر تولي هذه سياره ديال الايروموبيل تقدر تولي طائره بواحد السرعه. اذا كيف ما كتشوفوا هنايا كاين بعض الكلمات مفتاحيه، وحنا شنو غادي نعملوا؟ غادي نشوفوا في التكست وغادي نشوفوا واش نلقاو هذه الكلمه المفتاحيه وغادي نلقاو الجواب ديالها. so we have aeromobile 3.0 can quickly change to a plane. اذا نطلعوا فحالنا التكست. اذا نبداو غادي نبداو نقراو ايروموبيل. غادي نشوفوا هي بلين. كيف ما كتشوفوا بلين يعني تقدر تولي طائره. اذا السؤال قال لك هذه تقدر بالضربه تولي طائره. اذا جيتي تشوف هنا قال لك it can transform in seconds from a car to a plane. قال لك في عده ثواني معدوده تقدر تحول من سياره لطائره. اذا طبعا هنا الجواب هو جواب صحيح. تشو قلنا كيفاش عرفنا الجواب؟ كيف ما قلنا كاين في السؤال كلمات بلين اللي هي هذه احنا لقيناها هنايا. يعني كتلقاي واحد الكلمات مفتاحيه اللي كاينين في السؤال، طبعا كتلقاهم هنا في التكست وكتجاوب بهم. اذا هنا الجواب كيف ما قلنا هو true. اذا غادي تجي بالنسبه للسؤال الاولى غادي تعمل true يعني جواب صحيح. وبالنسبه للجاستيفيكيشن قال لك justify، غادي تكتب هاد السنتنس هادي it can transform in seconds from a car to a plane. هذا هو justification. اذا احنا جاوبنا، احنا خدينا نقطه. يعني هذا عليه 3 نقاط، نقطه سهله، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. السؤال الثاني قال لك هاد السيد هذا اسمه بوث جوراج فاكوليك and هاد السيد هذا اخر and ستيفن كلين set up the aeromobile company. قال لك هاد السيد وهاد السيد هما اللي خياو يعني قاموا بانجاز هاد الشركه هذه. اذا غادي نمجيو التكست. طبعا ضروري غادي نلقاو الاسم هاد السيد هذا، وغادي نلقاو الاسم هاد السيد هذا في شي بلاصه، وتما غادي يكون الجواب ديال هاد السؤال. اذا نرجعوا للتكست ديالنا. اذا هنا غادي نقلبوا على الاسم ديال ديك جوج السيده. اذا غير بالزربه كتشوف التكست حتى تلقى الاسماء. ها انتم اذا شفتوا هنا هنايا ستيفن كلين، ياك قال لك هنا في الاسئله ها هو ستيفن كلين او جوراج فاكوليك. اذا الجواب غادي يكون هنا. قال لك the concept was originally brought to life in 1989 by Slovak designer Stephen Klein. قال لك ستيفن كلين هو اللي جاب هذا الكونسيبت هذا. قال لك after year 20 year. الاسم ديال السيد الثاني جوراج فاكوليك. قال لك they
co-founded the company Aeromobile in 2010. they يعني وفي الأول ذكر لك اسم السيد الأول هو هذا ستيفن كلين، موراها ذكر لك هذا، وهنا قال لك هما بجوج يعني هم they co-founded the company Aeromobile، هما بجوج قاموا بإنشاء هاد الشركة يعني هاد جوج. إذن كيف ما كتشوفوا الجواب صحيح، قال لك هادو بجوج خياو الشركة، غادي تعمل true يعني الجواب صحيح، وفي justification غادي تكوبي نفس هاد الجملة هادي غادي تكتبها تما they co-founded the company Aeromobile in 2010. إذا نحن جاوبنا على جوج الأسئلة. كيف ما كتشوفوا كنركزوا على الكلمات المفتاحية بحال اللي شفنا هنا اللي كاينين في الأسئلة ونلقاوهم في التكست وغادي نلقاو الجواب معهم. السؤال الثالث During the test of Aeromobile 3.0 in 2015 the pilot was hurt in an accident. قال لك ملي كانوا كيجربوا هاد السيارة ديال ايروموبيل قال لك السائق البايلوت اللي كيسوقها تجرح was hurt in an accident. اذا هنايا عاود غادي نركزوا على الكلمات الاساسيه. عندنا اكسيدنت، عندنا هيرت يعني وقعت شي حادثه، وقعت شي حاجه ماشي هذيك، غادي نقلبوا في التكست غادي نلقاو شي حاجه اللي كتدار على شي اكسيدنت. اذا نطلعوا التكست ديالنا. اذا هنا في الاول غير كيقدم السياره ما كاينش، هنا كيهضر على كيفاش كخياوها، هنا كيهضروا على السياره في هذا الباراغراف الثالثه prototype during test. هاي التست شفنا في السؤال كلمة تست يعني تجربة ديال السيارة. ها هي التست فين هي كاينة هنايا في النص، كاينة تما أيضا pilot الربان ديال الطائرة يعني pilot ها هي كاينة هنا. إذا طبعا الجواب غادي يكون هنا، قال لك the pilot sending the pilot to hospital with minor injuries، ما أدى إلى يعني إرسال الربان إلى المستشفى وكانوا فيه بعض الجروح minor injuries. ها هو الجواب. إذا شنو قال لنا هنا؟ قالنا during the test the pilot was hurt in an accident يعني الربان ديال الطائرة وقعوا له جروح. طبعا الجواب صحيح تعمل true، الجواب صحيح، والjustification ها هي الجواب صحيح. علاش؟ حيت كيف ما قلنا فين هو الجواب sending the pilot to a hospital with minor injuries، الربان مشى للمستشفى بعد الجروح. إذا نحن جاوبنا على هاد ثلاثة ديال الأسئلة الأولى، فيهم ثلاثة ديال النقط. علاش؟ اعتمدنا على الكلمات المفتاحية اللي كاينة في السؤال كنلقاوهم في التكست وكنجاوبوا. إذن هذا السؤال الأول. أرى نمروا دابا بي. قال لك complete the following chart with information from the text. غادي تعمر هذا الجدول بمعلومات من التكست. هنا نفس الشيء نحاولوا نعتمدوا على الكلمات المفتاحية اللي هنا وغادي تلقى الجواب ديالهم في التكست. إذا قال لك هنا technical name of vehicle يعني الاسم التقني ديال السيارة هو Aeromobile 3.0. قال لك البرايس، شنو هو البرايس؟ هي الثمن، البرايس ديالها. البرايس غادي تلقى في التكست شي بلاصة كيهضر على البرايس. اذا غادي نرجعوا للتكست في شي بلاصه غادي نلقاو البرايس، غادي نلقاو شي حاجه فيها المليونز او شي حاجه فيها الدولار او شي حاجه. اذا هنا قدمه، هنا ما كاينش ديفلوبين نكثروها، هنا كيهضر على الخصائص تقنيه السياره في هذا البارت هذا في هذا الجزء. اذا قال لك اولا البرايس، نشوفوا شي حاجه البرايس ها هي كيف ما كتشوفوا برايس كاينه هي برايس. اذا الجواب هو هذا، قال لك between 1.2 and 1.6 million dollars. إذا الثمن ديالها ما بين 1.2 و 1.6 مليون دولار. إذا هذا هو الجواب. بالنسبة للبرايس غادي تكتب between 1.2 and 1.6 million dollars. إذا احنا لقينا شنو غادي نديرو هنا. قال لك دابا top speed as a car، شنو السرعة القصوى ديالها ملي كتكون سيارة، يعني ما كتكونش طايرة في السماء، ملي كتكون غير سيارة شنو هي السرعة القصوى ديالها. غادي نرجعوا لنفس الباراغراف اللي فيه هذيك الخصائص التقنية. هاي قال لك the company said that the car's top speed، كيف شفتوا تما عندنا الكلمه ديال top وعندنا speed. top speed هنا ها هي كاينه هي نفسها، هي top speed on the road هي شحال؟ 160 كيلومتر في الساعه. سهله غادي تجي هنايا 160 كيلومتر في الساعه. هنايا هنا قال لك top speed as a plane، السرعه القصوى ملي كتكون طائره يعني ملي كتكون غاديه في السماء، ملي كتكون كطير غادي ترجع غادي تلقاها غير حداها تما. رجعوا نشوفوا، قال لك هنايا كتوصل 160 وملي كتكون طايره هي 200 كيلومتر while flying ملي كتكون طايره في السماء. 200 كيلومتر في الساعه غادي تجي وغادي تعملها هنا. الاخرانيه قال لك maximum non-stop flight distance. maximum non-stop flight distance يعني المسافه القصوى اللي تقدر تمشي فيها في السماء ملي تكون كطير. شنو هي المسافه القصوى؟ غادي نرجعوا نلقاو تما عاود شي رقم كيدل على المسافه هنايا مع هذا الشيء هذا. اذا حنايا ها هي it can fly for 700 كيلومتر. صافي المسافه تما ساقسك للمسافه هي 700 كيلومتر. هاد 700 كيلومتر غادي تجي وغادي تعملها هنا.
عاود نفس استراتيجيه استعملنا، كنشوفوا غير الكلمات المفتاحيه لان غادي تلقاوهم في التكست او غادي تكوبي كولي ماشي شي حاجه. دونك عندنا في الاول 3 ودابا 2، حنا جمعنا 5 ديال النقاط سهله يعني ما فيش شي حاجه صعيبه. ندوزو دابا سي answer these questions. هنا غادي تجاوب على الاسئله. هنا هذه صعيبه شويه يعني بالحق ماشي شي حاجه، هي غادي نعتمدوا على نفس الطريقه. قالك where was the latest Aeromobile 3.0 prototype introduced. هنا عندنا where كنسالوا فيها على البليس، على المكان. قال لك فين يعني من بلاصه. غادي نرجعوا للتكست غادي نبحثوا على البلاصه فين يعني خرجت فيها هذه السياره هذه، يعني شي مدينه ولا دوله ولا شي اسم غادي نلقوا فين خرجت هذه السياره هذه. رجعوا ايروموبيل قال لك سلوفاكيان كامباني، شركه سلوفاكيه اللي هنا ما كاينش. شوفوا باراغراف الثانيه هنا ايضا ما كاينش الجواب ديالها. باراغراف رابع هنا كيف ما كتشوفوا هي كاينه هنايا براسلز هي في بلجيكا، هي بروكسل. دونك نقراو الجمله كلها. عندنا It marked the introduction of the latest prototype. كيف ما شفتوا تما في السؤال كاينه الكلمه هذه prototype ها هي، وكاينه تما ايروموبيل ها هي، كاينه prototype ايروموبيل، وكاينه introduce ها هي حتى هي كاينه في داك السؤال. كاينه introduce هي introduction، يعني الكلمات المفتاحيه كلها كاينه هنا. اذا هذا هو الجواب. The introduction of the latest prototype aeromobile at an international was فين؟ كانت في Brussels هي بروكسل. اذا هذا هو الجواب. اذا باش نجاوبوا غادي نكتبوا at an international forum in Brussels. هاي at an international forum in Brussels. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول اللي هو هذا where was the latest remote prototype introduced. اذا هاد introduced لقيناها تما في ديك الجمله. prototype هذه هاد الكلمات كلها لقيناها في ديك الجمله. ندوزو للسؤال الثاني. what do drivers need to fly Aeromobile 3.0. شنو كيحتاجوا السائقين؟ اذا هنا الكلمه المفتاحيه عندنا هي drivers، يعني ملي غادي نمشيو التكست بحال والو غادي نلقاوها drivers شي بلاصه وغادي نلقاو الجواب حداها. شنو كيحتاجوا drivers السائقين باش يطيروا بهاد الطائره في السماء، بهاد السياره ولا طائره هذه، يعني سياره كتولي طائره. اذا نرجعوا للتكست غادي نلقاو drivers، غادي نلقاو شي لعبه بحال هكا. خلينا في نفس الباراغراف قرابين حتى تقدر يكون قريبه. اذا شفنا هنا تقلبوا معايا على drivers فين كاين. ها هي اذا شفتوها هي drivers. اذا الجواب غادي يكون هنا. قال لك drivers who can buy this luxurious flying car، يعني السائق اللي يقدروا يشريوا هذه السياره الثمن ديالها كذا وكذا. will need هاد need حتى هي كاينه في السؤال الكلمه ديال need اللي رجعناها هي كاينه drivers وكاينه need. اذا حنا نرجعوا للسؤال ها هي drivers ها هي ونيد ها هي. شنو كيحتاجوا a pilot's license to fly it. كيحتاجوا واحد الرخصه ديال الربان، خصك تكون ربان ماشي غير سائق عادي. pilot هو ربان ديال الطائره. اذا they need a pilot's license. هذا هو الجواب ديال السؤال. السؤال الثالث. how does Stephen Klein feel about the future of Aeromobile projects. I'm sorry. So here اذا عندنا هنا ستيفن كلين الاسم ديال الشخص. اذا غادي يكون الجواب بشي جهه في التكست اللي كيهضر فيها على هذا ستيفن كلين. قال لك كيفاش كيحس تجاه المستقبل ديال هذه السياره، يعني واشنو الاحساس ديالو. واش رجعوا للتكست ونقلبوا على ستيفن كلين ويكون هو كيقول شي حاجه ولا الكاتب كيهضر عليه. ستيفن كلين. اذا هنا في التكست الاول ما كيهضرش عليه، هنا كيهضر على الكونسيبت، هنا كيهضر على البلاصه، هنا كيهضر على الخصائص التقنيه في الباراغراف ما كاينش هذيك. ايروموبيل هنا كيف ما كتشوفوا هي في الباراغراف الاخرى ستيفن كلين. قال لك ستيفن كلين is very positive. هذا ستيفن كلين يعني عنده واحد النظره ايجابيه تجاه هذه السياره، تجاه هذا البروجيكت. صافي هذا هو الجواب. ستيفن كلين is very positive about the projects. بكل سهوله تما في السؤال سولك على ستيفن كلين، هي ستيفن كلين is very positive. ها هو الجواب هو ستيفن كلين is very positive about the projects. غادي تجي وغادي تجاوب على هذا السؤال الثالث هذا. احنا خدينا واحد 3 ديال النقاط اخرى. اذا دابا شحال جمعنا 8 ديال النقاط غير بكل سهوله، غير بالكوبي كولي من التكست، ما درنا لا تماره لا والو. اذا دابا عندنا وصلنا ندي قال لك complete the following sentences، يعني نكملوا هاد الجمل. شوفوا الجمله الاولى 12 engineers participated in. قال لك يعني 12 ديال المهندسين شاركوا في شي حاجه. اذا غنرجعوا للتكست ضروري غادي نلقاو شي حاجه عندها علاقه ب 12 engineers، 12 ديال المهندسين. غادي نلقاو شي بلاصه في التكست اللي كيهضر عليها. اذا نرجعوا
engineers قلب على 12 engineers هنا ما كايناش 7 developing cars هنا ما كايناش هي هنا كيف ما كتشوفوا هي 12 engineers 12 ديال المهندسين دعموا شحال. اذا الجواب غادي يكون هنا قال لك 12 ديال المهندسين شاركوا فيه. انت تكمل الجمله فاش شاركوا. نشوفوا هنا شنو كتقول هاد الجمله هذه. I'm very happy with what we have been able to achieve in such a short time with a team of only 12 engineers. Aeromobile is not. إذن حققنا حنايا هاد الشيء بفضل واحد التيم واحد الفريق اللي كيتكون من 12 ديال المهندسين. إذن فاش شاركوا هاد المهندسين؟ بكل بساطة المهندسين شاركوا في هذا البروجيكت يعني في هاد الكرييشن ديال هاد الكار هذه اللي هي الايروموبيل. اذا فايش بارتيسيباو في ايروموبيل تقدر تكون they participated in the aeromobile project. they participated هي projects in the aeromobile project. شاركوا في هذا المشروع بكل بساطة. هذا وجه شاركوا في المشروع ديال ايروموبيل. Let's see the second question or let's see the second sentence. It is easy for Aeromobile 3.0 to be parked because من السهولة باش يعني تقوم تباركي السيارة هذه ديال الايروموبيل لأن غتعطي واحد السبب. إذا غترجع غادي تلقى شي حاجة عندها علاقة بهاد بارك اوت باش تباركي الطوموبيل تلقى شي سنتنس كتهضر على بارك. رجعوا التكست ديالنا. إذا نشوفوا شي حاجة عندها علاقة ديال كيفاش تباركي هاد السيارة ولا في concept of flying. إذا عندنا شي حاجة فيها بارك أو لا باركينغ أو لا هنا ما كايناش latest prototype. هي parked. السؤال فيه parked. هي parked. إذا الجواب غادي يكون غير في هذه الجملة هذه هنا يكون في هذه الجهة. قال لك the vehicle uses a diesel engine and has wings that fold. قال لك السيارة كتستعمل المازوت وعندها واحد الأجنحة اللي كتقدر تجمعهم. الأجنحة ديالها كيتجمعوا which allows it to be parked like a car. مما يجعلها يعني باش الشيء اللي كيخليها ملي تجي تباركيها كتباركها بسهوله بحال واحد السياره. يعني شنو الحاجه اللي كتخليها هي هاد الاجنحه اللي عندها. بما ان الاجنحه ديالها كيتجمعوا فهي كتباركها سهله. اذا هذا هو الجواب because it has wings that fold. هذا هو الجواب. علاش؟ لان عندها الاجنحه كتجمع ساعه كتباركها بسهوله. باش عرفنا الجواب حيت كاين قريب ما تبارك. اذا الجواب غادي يكون في هذه النواحي. دونك هذه الطريقه اللي كنلقاو بها الاجوبه. اذا احنا سالينا مع هذا الجواب. إذا أرى دابا ندوزون السؤال E. So question E. What do the underlined words in the text refer to? قال لك يعني هاد الwords هادو اللي كاينين في التكست على من كيعودوا. إذا غادي نشوف الأول اللي هو this invention. هذا الاختراع. قال لك في الباراجراف 1 هذا الاختراع كتعود على شي حاجة. this invention هذا الاختراع على من كيعود. نمشيو للباراجراف 1 نرجعوا. إذا قال لك ها هي this invention of the Slovakian company. إذا هنا التكست علاش كيهضر على هاد السياره ديال ايروموبيل 3.0 كيهضر عليها هنا ولا كيهضر عليها. قال لك هي كذا وكذا. قال لك هاد الاختراع كذا وكذا. اذا بطبيعه الحال هاد this invention على من كتعود على ايروموبيل كتعود على هاد السياره ديال ايروموبيل. هاد الاختراع غادي يكون هو هاد السياره ديال ايروموبيل. اذا كنهودو. اذا الجواب هنا ديال الباراجراف هو ايروموبيل. هنا الجواب ديال هذه هو ايروموبيل. ثانيه ات. قال لك ات في الباراجراف 4 على من كتعود. So أرجعوا للباراجراف 4 ونشوفوا it. So this is paragraph 4. We have here it marked the introduction. كتعود على شي حاجة وقعت هنا. إذا راه نشوفوا. So here we have the year 2016 was a great success for Aeromobile. قال لك السنة ديال 2016 كانت السنة ديال النجاحات بالنسبة لهاد السيارة. It marks the introduction of the latest prototype. قال لك في هاد السنة هذه كانت النجاح التقديم ديال the latest prototype Aeromobile. So هنا كيف ما كتشوفوا it كتعود على السنة the year 2016 or 2016. إذن كيف ما كتشوفوا it هنا refers to the year 2016. دائما ملي كيقول لك واحد الكلمة علاش كتكون كتعود على شي حاجة قبل منها. هنا كتعود على السنة. إذن الجواب غادي يكون هو the year 2016. إذن تجي هنا وتجاوب the year 2016 هو الجواب ديال هذه. و now
we have the last question here in the comprehension. So the last question, F, is find in the text words or phrases that mean almost the same as. قالك قلب في التكست على واحد الكلمات او لا واحد العبارات اللي كتعني تقريبا نفس المعنى، اللي عندها نفس المعنى ديال هادو اللي هنا. اذا اولا قالك mixture. شنو هو mixture؟ هنا بالنسبه لهاد الاسئله خصك تكون شويه كتعرف الفوكابولري، خصك تكون كتعرف شويه المعاني ديال الكلمات بالانجليزيه. اذا هنا عندنا الميكستشر كتعني واحد الخليط او واحد المزيج ديال واحد المجموعه، خليط مزيج ديال بعض الاشياء. اذا غنمشيو للباراغراف 1 غادي نجبروا شي كلمه اللي كتعني نفس المعنى. شو الباراغراف 1 قال لك aeromobile is a combination of a combination. شنو هي combination هي واحد المجموعه. قال لك هاد السياره ديال الايروموبيل هي واحد المجموعه ولا واحد المزيج ديال بلين طائره وسياره اذا الميكستشر والكومبينيشن عندهم نفس المعنى، يعني تقريبا نفس المعنى. ميكستشر واحد الخليط ولا مزيج، كومبينيشن كتعني مجموعه ولا مزيج. اذا غادي نرجعوا الجواب ديال هذا السؤال هذا. فين هو ها هو mixture combination. So the second one we have born هي تولد او خلق شي حاجه، باللغه العربيه ازداد شي حاجه تخلقات. كنقولوا مثلا واحد الولد صغير the child was born، الطفل الصغير تولد ولا تخلق ولا جاء على ارض الواقع ولا ارض الوجود ولا بحال هادشي. المهم غنرجعوا التكست في الباراغراف 2 وغادي نلقاو شي كلمه اللي عندها نفس المعنى. غنمشيو للباراغراف 2. The concept of a flying car is not new. The idea was popularized in the 1960s through animated cartoons. This concept was originally brought to life in here we are. Brought to life. قالك this concept was originally brought to life. هذا المفهوم هذا جاء الأرض الواقع ولا جاء الوجود أو لا، يعني خلق هذا الكونسبت هذا. brought to life هي واحد الفريز، واحد الاكسبريشن، يعني عبارة اللي عندها نفس المعنى ديال born. كنقول لك واحد طفل was born أو لا was brought to life. إذن هذا هو الجواب، هو brought to life. كيف ما كتشوف هنا الجواب ماشي كلمة واحدة ولكن هو عبارة brought to life اللي فيها 3 ديال parts. سو هذا هو الجواب هنا. الجواب ديال born هو brought to life. accomplish هي يحقق، ينجز، يحقق. قال لك كاينه شي كلمه عندها نفس المعنى في الباراغراف 6. So let's take a look at paragraph 6. Here we have Stephen Klein is very positive about the project. I'm very happy with what we have been able to achieve و accomplish عندهم نفس المعنى واللي هو يحقق أو لا ينجز. إذن هنا we have been able to achieve in such a short time. achieve قدرنا نحققوا هادشي هذا. So the answer is achieve is a synonym of accomplish. وها حنا سالينا دابا، وقيله سالينا يا ولا باقي كنت هنا. اذا احنا سالينا مع الاسئله ديال الكومبريهنشن. اذا شحال المجموع ديال النقاط اللي كاين في الكومبريهنشن اللي هو 15 نقطه. اذا احنا جمعنا هاد 15 نقطه بكل سهوله باعتماد يعني الطريقه اللي قلت لكم. كنشوفوا الكلمات المفتاحيه في الاسئله وكنمشيو للتكست كنقلبوا غير بالزربه. ماشي ضروري تفهم التكست، راه واخا تكون ما فهمتها بزاف التكست، تقلب غير على ديك الكلمات المفتاحيه اللي كاينه في الاسئله وتقلب عليها في التكست، غادي تلقى الجواب مخبع غير تما. اذا هادشي اللي كاين. احنا سالينا الكومبريهنشن. عييت بالهضره، غادي نرتاح دابا. بالنسبه للجواب على الاسئله ديال اللانجويج وديال الرايتين ان شاء الله غادي يكون في الفيديوهات اللي ما جا، غادي نجاوبوا على اللانجويج وعلى الكومبريهنشن. وبالنسبه للاسئله ديال اللانجويج كنعاود واحد الحاجه كنركز عليها، هي خصك ضروري تكون قاري هاد الدروس وتكون فاهمهم باش تقدر تجاوب على الاسئله ديالو. هذيك ما تقدرش تستعمل هاد الطريقه اللي استخدمنا دابا. وباش تفهم هاد الدروس بطبيعه الحال غير في القناه ديالنا اجي تعلم انجليش، دخل غادي تلقى تقريبا جميع الدروس ديال البكالوريا مشروحين بالدارجه وبكل سهوله. تفرج في هاد الدروس، يعني بهاد الدروس عفوا، وفهم شنو داير فيهم، وساعه اجي ونشوفوا القضيه ديال اللانجويج. هادشي اللي كاين. كنتمنى يكون الشرح كان يعني شرح مبسط وسهل، وكنتمنى التوفيق للجميع. تهلاو.